جورجينيا صديقة كريستيانو بتفاجئ الجميع في حفل استقبال كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي في السعودية. صلى على النبي واعمل لايك وشير وتعالى كده مع بعضينا شوف المفاجأة اللي حصلت. الكل كان منتظر ان جورجينيا هتظهر بالصورة دي اللي بتظهر بيها في جميع فيديوهاتها وعلى انستجرام، وان هي بتظهر بملابس بيكون في مناطق كتير من جسمها باينة. ولكن هنا بقى كانت المفاجأة ان جورجينيا في السعودية بتكسر اللوائح والقوانين وكل شيء، وبتظهر محتشمة في أول ظهور لها في المملكة العربية السعودية بعد انضمام النجم العالمي لنادي النصر السعودي. وطبعا دي حاجة جميلة جدا، احترام البلد اللي هي فيها، وان هي تلبس ملابس متحشمة بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها ده، وان ده اللي يدل على برضو ان جورجينيا بتحترم البلد، وكريستيانو جاي علشان يقدم حاجة للدوري السعودي ويقدم اي حاجة لفريق النصر. طبعا كل الناس كانت بتنتقد كريستيانو على ان هو انضم لنادي النصر السعودي، ولكن الكورة بيزنس ومصلحة كريستيانو ان يبقى في السعودي. ده عرض اغلى لاعب في العالم، لك ان تتخيل الدوري السعودي هيصبح ازاي، والمشاهدات اللي هتكون في الدوري السعودي والاعلانات والرعاية، كل ده حاجات هيتم تغييرها في الايام القادمة، والدوري السعودي هيتنقل 180 درجة من المكانة اللي كان فيها، واحتمال يكون دوري محترفين وتلاقي لعيبة تاني من الدوريات الاوروبية جاية الاندية السعودية بعد صفقة كريستيانو رونالدو. هل انتوا شايفين ان صفقة كريستيانو موفقة ولا لا؟ مستني رأيكم في التعليقات، يا ريت نعمل لايك وشير والسلام.